اول ما تم 18 سنة نزل يجري على النجار اللي جنب بيتهم ودب صباعه في المشار اللي بالكهرباء علشان يقطع منه عقلة. والتاني اول ما اتخرج من الكلية عمل لنفسه نظام غذائي قاسي جدا علشان وزنه يعلى لحد 120 كيلو. والتالت قعد شهر كامل يحمد فيه ربنا على الفلات فوت اللي عنده والصباع السادس اللي طلع له في ايده الشمال والحول الخفيف اللي في عينه اليمين. وبعد ما ربنا كرمهم عملوا حفلة كبيرة يحتفلوا فيها بالشهادة الجديدة اللي اخدوها غير لائق طبيا، وبيحتفلوا بنجاتهم من الخدمة في القوات المسلحة. ويجوا دلوقتي يقولوا لا ده جيشنا العظيم والبيادة خط احمر، انتوا هتمثلوا؟ سورة آل عمران الآية 146 ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب جيش النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وبيقول لهم: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في الآية ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب جيش النبي صلى الله عليه وسلم على موقفهم في غزوة أحد وبيقول لهم: فشلتم وتنازعتم وعصيتم ومنكم من يريد الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب جيش المسلمين وبيحاسبهم على الملأ في قرآن هيتلى ليوم القيامة. فبوس بيدك يا شيخ، مش كل ما اقول لك الجيش فيه فساد ومحتاج انه يتطهر تقعد تقول لي لا ده جيش اكتوبر العظيم، دول خير اجناد الارض. وبمناسبة حديث خير اجناد الارض هقول لك على حاجة بيني وبينك عارف انها هتزعلك، معلش. علماء الحديث قالوا عن الحديث ده اما انه مكذوب ليس له اصل او انه حديث ضعيف، لكن هنفترض ان الحديث ده صحيح وان العلماء دول ما يفهموش حاجة وان كلامهم ده نابع من حقدهم على جيش مصر العظيم. فخلينا نبص شوية في تفاصيل الحديث اللي انت بتقول ان اتقال في اهل مصر. هل الحديث حدد وقال ان خير اجناد الارض دول لازم يكونوا بيونيفورم وبيادة ولا عامة شعب مصر؟ وهل اتحدد في الحديث ان المقصود بحدود مصر هي حدود مصر دلوقتي ولا بس وادي النيل من غير سينا، ولا وادي النيل بسينا بالسودان بغزة اللي كانت كلها دولة واحدة لحد الاربعينات؟ فالسؤال اللي هيجنني لمصلحة مين جزء من خير أجناد الأرض اللي في الجيش بيوجه سلاحه دلوقتي لجزء من خير أجناد الأرض اللي من الشعب؟ ومين المستفيد إن جزء من خير أجناد الأرض اللي في الجيش دلوقتي بيحاكموا جزء من خير أجناد الأرض اللي في الشعب بتهمة التخابر ومساعدة جزء من خير أجناد الأرض اللي في غزة علشان يواجهوا عدونا العدو الصهيوني؟ مين المستفيد؟ بعدين لو سمحت ما تتاجرش بالدين، مش كل ما اقول لك مؤسسه الجيش فيها فساد ومحتاجه اصلاح تروح تجيب لي حديث مضروب وتقول لي دول خير اجناد الارض وسيبوهم يعملوا اللي هم عايزينه. ما تتاجرش بالدين، عيب، حرام. تاجر بالدين ما تتاجرش، عيب قوي، عيب. المتاجر بالدين عيب 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 عيب, عيب. حلو ها؟ جميل. يعني التاجر هي بايخه لما تتقال لك، يعني انت ما بتلاقيهاش لذيذه ما حد يقولها لك، انما لما انت بتقولها جميله جدا سهله. يعني ما تتاجرش بالدين، ما تتاجرش بالدين كده اهو، ما تتاجرش بالدين.